اهلا بيكم مرة تانية في حلقة جديدة. هنتكلم دلوقتي عن حل مشكلة تطبيق الاهلي موبايل الجديد 2023. طبعا بعد التحديث الاخير اللي حصل النهاردة بتاريخ 4/1. الابليكيشن يعني بقى قفل، وناس كتيرة جدا حاولت تخش عليه بيطلعوا رسالة ان هو ان العميل غير متصل بالشبكة، او ان التطبيق غير متصل بالشبكة، او يو سيمز تو بي اوف لاين. هنعرض مع بعض دلوقتي حل للمشكلة مؤقت لغاية لما يعني، لان سألت كتير جدا عن الموضوع ده، ولغاية دلوقتي احنا حاولنا نتكلم الخط الساخن اكتر من مرة، لكن مفيش اي حلول ولا في اي ردود خاصة بعلاج الموضوع لغاية دلوقتي. فهنحاول نشوف حل تاني. بس قبل ما اكمل الحلقة ارجو من حضراتكم، الناس اللي بيتابعوني، لايك كتير جدا للحلقة لو الحلقة بالفعل عجبتكم. كمان سبسكرايب للقناة لو ان المشكلة اتحلت عند حضراتكم عن طريق الحلقة دي، وشير كتير جدا للحلقة لان ده بيدعمني وبيدعم القناة وبيخليني اقدر ان أنا استمر في حلول. والشير واللايك والتفاعلات اللي بتتم من خلال حضراتكم دي بتساعدني كتير جدا في ان انا مجرد دعم القناة ودعم لي انا شخصيا. فارجو من حضراتكم مهم جدا اللايك والكومنت بتاع حضراتكم لو حد عايز يعلق بحاجة او عنده سؤال انا هرد عليه، وكمان الشير للحلقة بكل ودكم. نبدأ مع بعض نحاول نفتح البرنامج كده ونشوف الرسالة اللي بتطلع ونشوف هنحلها ازاي. ده التطبيق ظاهر قدامنا اهوت في المكان ده زي ما احنا شايفين. تمام. طيب احنا دلوقتي هنحاول ان احنا نفتح البرنامج ونشوف الرسالة اللي هتطلع لنا ايه. تمام، دي الرسالة زي ما احنا شايفينها قدامنا يو سيمز تو بي اوف لاين. دي المشكلة اللي ظاهرة مع كل الناس، عندنا نفس المشكلة دي. طب تعالى نشوف حل المشكلة دي. كل اللي احنا نعمله ان احنا هنخش عن طريق البراوزر بتاع الموبايل او عن طريق المتصفح بتاع الموبايل. تمام، اللي هو وليكن مثلا انا عندي كروم، في ناس تانية عندها فايرفوكس، مفيش مشكلة، الكروم شغال، انا بخش عن طريق الكروم. تمام، هنضغط عليه هيطلع لنا جوجل، هنكتب هنا البنك الاهلي المصري عادي خالص اهو. تمام، هنخش على اول اختيار، هيفتح لنا صفحة البنك الأهلي المصري اللي هي الصفحة الرئيسية بتاعتهم. هنجيب الصفحة لغاية الآخر خالص أهو زي ما احنا شايفين مع بعض أهو. هيبقى عندنا الأوبشن ده اللي هو الأهلي نت. تمام، هنضغط عليه، هيظهر عندنا الشكل بتاع هيدخلنا على الابلكيشن اهلي نت بس من عن طريق موقع البنك. تمام، هنقدر طبعا اللي هو اللغة عربي. تمام، هنلاقي التطبيق ظهر معانا هو بالظبط على طريق موقع البنك الداخلي بدون اي اختلافات فيه، يعني دي واجهه التطبيق بتاعت الابلكيشن وهو شغال، هو اللي موجود هنا. كل اللي احنا هنعمله بقى هنمشي مع بعض نفس الخطوات. هنعمل تسجيل الدخول، نضغط عليه. تمام، هنكتب هنا كود المستخدم وبعدين نعمل تسجيل الدخول. بعد ما كتبنا كود المستخدم هيدخلنا على الصفحه دي. طبعا هيطلب مننا كلمه السر ادي هنكتب هنا، او كلمه المرور هنكتب هنا كلمه المرور، وبعد كده نعمل تسجيل الدخول. تمام، بعد ما نعمل الخطوتين دول، طبعا بعد ما نعمل تسجيل الدخول الخطوه الثانيه يكون كل واحد طبعا عارف الباسورد بتاعه، هيقوم مدخلنا على البرنامج ويفتح عادي خالص. تقدر تشتري شهادات 25% من عليه او 22.5 من عليه بمنتهى السهوله، مفيش اي مشكله، كانك شغال على التطبيق بالظبط. يعني هو قبل كده كان في مشكله بالنسبه لموقع البنك والتطبيق ان كانوا الاثنين في فرق بين استخدام الاثنين، في فرق حتى في شكل الاثنين. لكن حاليا التطبيق الاثنين شبه بعض بالظبط، يعني هو التطبيق نفس شغل الموقع الداخلي بالظبط، مفيش في اي اختلاف تماما، ونفس الاوبشنات من جوه، نفس كل حاجه. لغايه هنا تكون خلصت حلقه النهارده. اتمنى تكون حلقه عجبتكم. ارجو بكرر كلامي تاني، دعم القناه باللايك والكومنت، ده حاجه مهمه جدا. شير كتير جدا للحلقه لو انتم شايفين الحلقه بالفعل فادتكم. هستنى تعليقاتكم وبرد على اسئلتكم اول باول على قدر بكل قوتي. ابقى اسف جدا لو في حد ما بردش عليه، بس نتيجه ده طبعا بيبقى يجيلي تعليقات كتير فما بعرفش ارد على كل الناس، فبعتذر طبعا لو انا ما بعرفش ارد على كل الناس. لكن دعم للقناه، لو انتم شايفين بالفعل القناه كويسه، ولو انتم شايفين بالفعل القناه بتفيدكم او الحلقه فادتكم، يا ريت تدعموني باللايك كتير جدا. يعني كل اللي اتفرج على الحلقه يا ريت يعمل لايك وشير الحلقه بكل قوتكم، وسبسكرايب طبعا للناس اللي اول مره يشوفوا الحلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله اقابلكم في حلقه جديده، ومع السلامه.